أهلا بكل مشتركين تحدي حياتك بلا سكري. الدورة دي طبعا هدفها هدف محدد. لو أنت مريض سكر من النوع الأول هتتعلم إزاي تظبط سكرك وتكنترول على السكر وما تخشش في مضاعفات، ولو سكر عالي أو سكر قليل تتعامل إزاي وتفهم أنت محتاج تعمل إيه عشان تظبط سكرك. لو أنت سكر بقى من النوع التاني فأنا بقول لك إن أنت هيبقى معاك سلاح قوي جدا وهو العلم، عشان تحارب بيه مرضك. ما ينفعش حد يروح يحارب إلا لما يكون معاه الأجهزة اللي يقدر يحارب بيها. فأنت سلاحك هيكون العلم، اللي هو أنا بوعدك اللي أنت هتاخد كل العلم والمعرفة والمعلومات اللي أخصائي التغذية بيكون بيشتغل بيها عشان يساعدك إن أنت توصل إن أنت تظبط سكرك. يعني كتير مننا بيبقى عنده معلومات مغلوطة على السوشيال ميديا، منهم أنت دلوقتي بتسمعني. أنا المفروض عشان أبطل سكر او ان انا اتعافى من السكر ابطل نشويات على سبيل المثال. لا، انت هتتعلم ازاي تتخلص من السكر من غير ما تبطل نشويات، ازاي تفهم جسمك وازاي تعرف احتياجاتك. دورة قوية جدا بوعدكم بيها، هنقدم فيها محتوى مختلف وهيفرق كتير جدا في حياتكم بأمر الله. طيب، انا يهمني بس سريعا كده اديكم خلفية. الرحلة بتاعتنا هنمر بيها على 4 مراحل. ال4 مراحل دي احنا بنخاطب بيها الحياة بتاعتك بكل نواحيها، لان انت كبني ادم انت عندك احتياجات كتيرة جدا. ممكن تكون داخل في سايكل معينة كده او في دايرة ما انتش عارف تحل مشاكلك بسبب حاجات فرعية انت مش منتبه ليها. فالحاجات دي احنا مركزين معاك عليها، مش بس اكلك وشربك والمكملات بتاعتك والاعشاب بتاعتك. الحاجات دي من ضمن حاجات تانية احنا هنركز عليها، ودي تقريبا معظم الرحلة اللي احنا هنعدي عليها. كلها حاجات بتمس صحتك، سواء الصحة النفسية أو الصحة. طبعا احنا قدام هنفهم يعني ايه الكلام ده، لأن في ناس كتير أصلا مش فاهمة المسمى ده. ولكن خليني بالتفصيل هشرح لك بعدين ايه النواحي ان احنا هنتطرق ليها، وهنقف عن كل حاجه. وطبعا في ملفات كتيره جدا اتبعت لكم على التليجرام، عشان خاطر دي هتبقى مصدر ليكم بعد كده، وكلها بجمع لكم فيها كل حاجه بتخص المرض بتاعكم والمكملات بتاعتكم واحتياجاتكم اليوميه والحاجات دي. طيب، حلو قوي. تشخيص النوع الاول. طبعا احنا اتكلمنا من شوية عن النوع الأول وازاي ان انا اصلا دور الانسولين بيعمل ايه والجلوكوز بيعمل ايه، وفهمنا مرض السكر. انا دلوقتي يا دكتور انا ماشي على نوع اول، حلو كده، ماشي على انسولين يعني. طيب انت متأكد ان انت نوع اول؟ يقول لي اه، ما هو الدكتور ماشيين على انسولين يبقى انا نوع اول. اقول له لا، من فضلك يبقى مش شرط ان انت تبقى نوع اول. معلش اتأكد، وبالتحاليل دي اعمل سي بيبتايد واعمل انتي جين. تمام، طلعنا نوع اول وطلعنا جسمنا فعلا ما بينتجش انسولين، يبقى خلاص يبقى انت نوع اول وانت متاكد. ولكن في بعض الاحيان كتير ناس لما انا بنطلب منها التحاليل دي بنتفاجئ ان الجسم بيطلع انسولين عادي خالص، ولكن هو بياخد انسولين من بره. فطبعا التحاليل اللي احنا بنطلبها هتعملها وتبدا ان انت تعرضها عليا ونشوف الدنيا فيها ايه. فمهم جدا عشان بس تبقى انت متاكد انت نوع. كل حلم بدايته فكرة محتاجة خطة، وكل خطة محتاجة بداية، ومع كل بداية بتبدأ حكاية. حكاية إصرار وإرادة، حكاية حلم بيبدأ لحد ما يبقى حقيقة.